السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده يا جماعة؟ بجد اختي الصغيرة هتعمل لكم قراقيش كده جميلة وحلوة. بجد انا قلت بقى بطننا هتوجعنا وكده، بس بجد في الاخر طلعت تحفة. جربوها وهي مقاديرها في كل بيت يعني. معانا 3 كوبايات دقيق، ومعانا 3 4 معالق سمسم، ورشة ملح، ومعانا سكر بودر حسب الرغبة يا جماعة. بس الكوباية كلها يا ريت تبقى مقاديرها يعني ايه واحدة، هي كوباية موحدة اللي نعمل بيها كلها. وبعدين هنحط كوباية زيت على سمنة، وهن يعني ايه هنحط كمية المية حسب الدقيق اللي هيحتاجها. المية طبعا معانا هتبقى دافية عشان الخميرة، ولازم يعني العجينة دي لازم يعني ايه تتعجن كويس جدا 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 فوق ما تتخيلوا، لحد ما تبقى معاكوا طرية كده وملمسها حلو. وكل ما تعوز يعني ايه نحط لحد ما العجينة تمام. كل دقيق حسب يعني غير التاني، ما بيبقاش في حاجة مظبوطة، على حسب الدقيق اللي معاكي نوعه على حسب كمية المية مش مشروطة. بس بجد يا جماعة القرص دي قصدي القراقيش دي طلعت طعمها تحفة جدا. والسكر طبعا حسب الرغبة، هي بسيطة وسهلة وما فيهاش اي مقادير اصلا. بص لحد ما تبقى طرية كده في ايديها وناعمة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تفضل برضو تعجن فيها تاني تاني. بص لينة ازاي وجميلة وسهلة خالص. ده ابنها ده اللي كان بيعجن معاها على فكرة. بصوا هتفردها كده على الرخامة، وهتفضل تظبط فيها كده. بعدين بأي قطاعة عندك تعملي اي شكل من الاشكال. ونسيت اقول لكم على حاجة، لو انتوا حابين تحطوا بيكنج باودر مش مفيش مشكلة، بس هي ما حطتش، اكتفت بالخميرة بس والله طلعت بصوا تحفة تحفة. جربوها وما تقلقوش بطنكم مش هتوجعكم ولا حاجة. تفضل تقطع فيها كده حسب التقطيع اللي انتوا عايزينها، والسمك اللي انتوا عايزينه. احنا كنا عاملين سمك متوسط يعني مش كبير قوي ولا صغير قوي. هي كده كده طبعا هترتاح، وطبعا لما ترتاح عشان فيها هي مش هتخمر، هي هترتاح شوية. هي كده كده لما ترتاح طبعا هتنفش طبعا مكانها وكده. تمام كده. وبعد كده هي راحت ولعت الفرن دفته شوية عشان تخمر اسرع، عشان طبعا احنا في جو برد. دفته شوية وحطت فيه الصينية، وبعد كده سويتها. بصوا يا جماعة اقسم بالله جامدة جامدة جميلة قوي، وجربوها وعلى ضمانتها هي مش ضمانتي انا. واشوفكم في فيديو تاني، باي باي.